في نهاية حياة النجوم ذوات الكتلة الكبيرة، تنفجر مخلفة قلبا ذو كتلة كبيرة في حجم صغير، مما يجعل جاذبيتها عالية فتسحب كل ما اقترب منها ليدخل فيها ثم لا يخرج حتى الضوء. هذا الجسم المخيف هو الثقب الأسود. ما وصفته كان الثقب الأسود النجمي، وهناك نوع آخر أكثر ضخامة وجاذبية، وهو الثقب الأسود فائق الكتلة. كتلتها تزيد عن ملايين، بل وجدنا بعضها يفوق الملايير من كتل الشمس، وبالتالي قطرها يزيد عن 1,000,000 كيلومتر. يعني جسم خارق للعادة، 1,000,000 كيلومتر يحمل ملايين أو ملايير الكتل الشمسية، وهو ثقب أسود، يعني لا يفلت منه أي شيء، كل ما يسقط فيه لا يخرج إلى آخره. أين نجد هذا؟ هذا نجده في قلب أو مركز المجرات. معظم المجرات التي شاهدناها لحد الآن ورصدناها بالطيف الراديوي وبالأشعة السينية إلى آخره أثبتت لنا أن في قلبها ثقب أسود فائق الكتلة سوبر ماسيف. وعلى خلاف هذا الثقب الضخم، فالثقب الأسود العادي لا يتجاوز قطره بضعة كيلومترات، إلا أنه ولفرط جاذبيته يمكنه ابتلاع نجم كامل أكبر منه حجما بمليارات المرات. إذا كان هناك أي نجم اقترب منه، إذا كان النجم بعيد عنه فإنه يدور بشكل عادي كما أشرنا، ولكن إذا اقترب منه بشكل كبير فإنه يحدث له هذا السحب، بل يتفكك هذا النجم لأن الجاذبية عليه تكون قوية جدا في الاتجاه المقابل للثقب الأسود وأقل في الجهة المقابلة لها، وبالتالي ينسحب هذا النجم ويتفكك ويصير مادة هكذا طويلة منسحبة نحو الثقب الأسود، فيتحول إلى قرص ممتد، وهذا القرص يدور في حركة لولبية إلى أن يسقط ويبتلعه الثقب الأسود كاملا. لنفرض أننا دخلنا في الثقب الأسود، ماذا سنجد؟ لا يمكن لأي بشر أو لأي مركبة فضائية أن تدخل بهذا الشكل، لأنها تكون قد تفككت وتمددت قبل أن تصل إلى هناك. لكن فرضا أننا بطريقة أو بأخرى أرسلنا ساعة مثلا لتقيس لنا الزمن أو مقياسا يدلنا على ما يحدث إلى آخره. أولا نعرف أن هناك كمية هائلة من المادة، كتلة كبيرة جدا في حيز فضائي ضيق جدا، بل في عند النقطة المركزية يسميها الفلكيون والفيزيائيون singularity، يعني هذه النقطة خارقة للعادة لأنها نقطة تكون فيها الجاذبية لا منتهية infinite. هنا نعرف أن الزمن، هذه عن نظرية أينشتاين، الزمن هذا يتمدد كلما زادت الجاذبية وصارت قوية جدا، فإذا صرنا بالمقربة من الثقب الأسود وإذا دخلنا إلى الثقب الأسود واقتربنا من مركزه صار الزمن متمددا جدا 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 إلى أن يتوقف، لأن تمدده صار لا نهائيا. لكن ماذا يحدث في تلك النقطة وأين تذهب كل هذه المادة؟ هناك فرضيات، منها مثلا هذه الدودة الثقبية أو الثقب الدودي وورم هول، أن هذه المادة تنطلق أو تنتقل عبر نفق إلى مناطق أخرى من الفضاء والزمان، لكن هذه فرضيات لا أحد أثبت هذا الكلام، وهناك يعني معلومات متضاربة عن هذا الكلام علميا، يعني فيزيائيا هل يمكن لا يمكن، ما هي الآثارها إلى آخره. فهناك فرضيات عما يحدث في داخل الثقب الأسود، لكن الصراحة العلمية أننا لا نعرف ولا نستطيع لحد الآن أن نصف تلك المنطقة الداخلية القريبة من المركز. قد تتساءل، طالما أن الثقب الأسود أسود لا يرى لأنه لا يرسل لنا أي ضوء، كيف علمنا بوجوده؟ هناك 3 طرق يستدل بها على وجود الثقب الأسود، نكتفي بذكر طريقة منها. نعرف أن في مجرتنا أكثر من نصف النجوم متزوجة، أنا أسميها ثنائية، مع بعضها تدور حول بعضها البعض هكذا في الفضاء في أماكن مختلفة من المجرة. إذا مات أحدهما وتحول إلى ثقب أسود يبقى دائما في هذه الحالة الدورانية الازدواجية مع النجم الآخر، ولكن هذا الآن صار ثقب أسود. عندما يحدث نقل للمادة لشيء من الغاز، سواء عن طريق الرياح الشمسية أو عن طريق
سحب أو دفع غازات من النجم العادي إلى الثقب الأسود، يتشكل حول هذا النجم، حول هذا الثقب الأسود يتشكل قرص من المادة. هذا القرص من المادة يدور بشكل سريع جدا حول الثقب الأسود بسرعات هائلة، وتكون درجة حرارته عالية جدا، تصل إلى الملايين بل أحيانا إلى الملايير، وتصل إلى 10 مليار درجة. هذا القرص من المادة هو في طور السقوط، هو يتساقط على الثقب الأسود، وسوف تختفي هذه المادة كلما دخل إلى منطقة الثقب الأسود، فسوف يندثر ويختفي. ولكن في تلك الفترة قبل أن يختفي ودرجة حرارته عالية جدا سوف يطلق لنا أشعة، فسوف نرى أشعة آتية من منطقة تبدو لنا سوداء، يعني لا نرى شيء لأنه ثقب أسود، ولكن نرى منه أشعة صينية، أشعة فوق بنفسجية، فنقول من أين آتت هذه؟ فإذا فحصنا مواصفات هذه الأشعة وجدناها أنها أشعة تناسب بالضبط هذا النوع من القرص الذي يتشكل حول الثقب الأسود. يعتقد أن هناك ملايين الثقوب السوداء في كل مجرة، لكن ما هي المجرة؟ تابعوا حلقتنا القادمة. نعد الكون كيما الروح تسمو، تفكر في مدارات المعاني، وتعرف كم سيبهرها فضاء إذا أنعنت تبهر ذا الجلال.